امتى تستثمر بالدولار وتاخد العائد بالجنيه، وامتى تستثمر بالدولار وتاخد العائد بالدولار برضه؟ اول حاجه لازم تعرف ان في بنوك زي بنك مصر عملوا شهادات دولاريه، في منها بتبدا من 1000 دولار ومضاعفاتها ومدتها 3 سنين. النهارده هنقارن بين شهادتين مهمين، اول شهاده بتدي عائد بالدولار 7% سنوي، وشهاده ثانيه بتدي عائد بالجنيه 9% سنويا، والاثنين بعد ما بتنتهي مده الشهاده بتسترد فلوسك كامله بالدولار عادي جدا. وعلشان تعرف ايه افضل اختيار ليك، اولا لازم تفهم الشهادات اللي العائد بتاعها 7% بالدولار بتصرف العائد بتاعها كل ربع سنه لمده 3 سنين، انما الشهادات ال 9% بتديك العائد بتاعك مقدم، يعني بنسبه 27% من قيمه الشهاده، وده عن اجمالي مده الشهاده. تعالوا نحسبها افضل. لو معاك 10000 دولار واخترت شهاده 7% عائد بالدولار، كده هيجي لك 700 دولار كل سنه، ولو مش هتصرف العائد وتحتفظ بيه خلال مده الثلاث سنين هيبقى اجمالي العائد بالدولار هيوصل ل 2100 دولار طول مده الشهاده. انما لو حطيت ال 10000 دولار في شهاده ال 9% عائد بالجنيه هيكونوا تقريبا 2700 دولار، ولو هنضرب الرقم ده في سعر الصرف اللي هو تقريبا متوسط 48.5 هيطلعوا لك 140,000 جنيه وهتاخدهم مقدم كاملين. علشان كده لو انت بتدور على عائد فوري ويكون سريع ودخله منتظم يبقى شهاده 9% مناسبه ليك. اما لو مستغني عن فكره حصولك على عائد مقدم ومش فارقه معاك يبقى شهاده 7% افضل ليك وبتكبر فلوسك مع الوقت، لان خلال مده الشهاده فلوسك بتزيد بالدولار وممكن تعمل وديعه تانية بالدولار من ارباحك، وطبعا في الشهادتين بتاخد اصل المبلغ بتاعك بالدولار. قول لي بقى في الكومنتس، فكرت تعمل شهاده قبل كده بالدولار؟